هذه قصه ديال واحد العالم في العمر ديالو 31 عام، صايب واحد الروبو لراسو على شكل بنت، حيت كان خاصو يمشي لواحد الحفله ديال صحابو القدام د المدرسه. حتى لهاد العمر مازال ما تزوج وما عمرو كانت عنده شي صديقه، حيت صحابو ديما كانوا كيضحكوا عليه. فكر باش يخترع اكثر مرا زوينه في العالم، قال ليها غادي نعلمك كاع الحوايج اللي خاصها تعرفهم عليه، ووصاها باش ما تقول حتى شي واحد باللي راها غير روبو. قال ليها وجدي راسك بالزربه حيت خاصهم يمشيو للحفله. من بعد شويه البنت الروبوت اللي سميتها انا بدات كتوجد راسها للحفله. ملي سالات الماكياج ولات كتبان زوينه بحال شي ملاك نازل من السما. العالم بقى غير حال فمو، عجباتو تفتن بها. مشاو للحفله بجوج مرافقين. كانت الحفله يلاه بدات، كاع صحابو القدام من ايامات المدرسه كانوا حاضرين، حتى هادوك اللي كانوا كيضحكوا عليه شحال هادي حيت كان غليظ. واحد من صحابو اللي سميتو بيتر سولو على الصديقه اللي جات معاه. العالم جاوبو هذيك ماشي صديقه ديالو، ولكن يلاه تخطبوا في الايام اللي فات. سميتها انا وكانت كتقرا معاه. كاع اللي في الحفله كانوا ضاحكين وكل كيعاود على راسو. حتى شويه سمعوا الخطوات ديال شي حد جاي داخل. العالم بدا كيبتسم وكيتنز عليهم. فاش يلاه دخلت عليهم للصالون، البنت بحال الا حيدات ليهم الكابل ديال الضوء. كل شي سكت وبقى حل فيها فمو. كانت كتشبه لواحد البنت سميتها انا، الزوينه د القسم اللي قرات معاهم شحال هادي. العالم صايب الوجه ديال الروبو فوتوكوبي ديالها حيت كانت كتعجبو. انا مشات ديريكت عند بيتر، طلباتو باش ينوض من ديك البلاصه حيت بغات تجلس حدا خطيبها. بيتر ناض على سعدو ووعدو خوى ليها البلاصه وخلاها تجلس. تحرك من حداهم وما زاد معاها حتى كلمه. الجروب ديال روكي جاو يشاركوا في الحفله، كانوا حتى هما من الناس اللي كتعجبهم انا، وحتى حيت ولات انا زوينه اكثر من الاول. من بعد ما سالات الموسيقى العالم مشى للطواليت. روكي وصحابو جاو جلسوا حدا انا وبداو كيضحكوا عليها. قالوا ليها واش ما لقيتي غير داك الدبوس تزوجي به؟ جاوباتهم انا وهي كتضحك وقيلا حيت جاتكم الغيره داكشي علاش. روكي قال ليها بلي كاع البنات كيحماقوا عليه. هاد المره انا قصحت معاه الهضره، قالت لهم باللي الرجال بحال العالم حسن من شي كلاب ديال الانترنت بحالكم. دابا القضيه بدات كتحماض. في نفس الوقت العالم رجع من الطواليت وتعرض ليه بيتر وصحابو باغيين يسلخوه، ولكن انا جات من وراهم ولوات لبيتر يدو. دارت لهم النوبه واحد مور الاخر وعطاتهم علاش كيقلبوا، حيت العالم كان مبروغرام الروبو بواحد البروغرام باش تقدر تدافع على راسها. من بعد ساعتين العالم وانا خرجوا بجوج من الباب د الوطيل. كان السميق اللي على برا. العالم خاف عليها من البرد وعطاها الجاكيطه ديالو باش تلبسها. قالت ليه انا مصنوعه من البلاتينيوم وما كنحس لا بالبرد ولا بالصهد. شويه واحد البوليسي وقف عليهم، قال انا توريه لاكارت ديالها، لكن انا ما عندهاش لاكارت. البوليسي حاول يقيسها بواحد الطريقه ما هياش. في البلاصه خمجات ليه وجهه. البوليسي الاخر اللي كان في الطوموبيل ملي شاف صاحبو التحقر جبد الفردي. انا خدمات وضع الطيران، طارت في السماء ونزلت فوق الطوموبيل، هرست الزاج ديال الباربريز بضربه وحده وجرحات البوليسي. العالم تخلع وعرف راسو مشى فيها. قال لها بلي ما خاصهاش دير بحال هاد الفعايل ودابا خالفت القانون. رجع معاه انا للدار وبدا كيفكر بلي خاصو دابا يديمونطيها، ولكن والديه دخلوا عليه للدار على غفله. بداو كيسولوا على شكون ديك البنت. انا ابتسمت لهم وجاوبات باللي هي مراته، حيت العالم من الاول كان مبروغراميها باش تقول هاد الهضره. دابا حصل من بعد ما ساقوا والديه الخبر لزواجه وما يقدرش يديمونطيها. لايك وسبسكرايب وسأكون لكم من الشاكرين.